تبارك الله بجد والله. عايزه اقول لكم الريحه تحفه، يعني تطلعوها كده كامله في التقديم. شايفين في التقديم بتبقى عامله ازاي؟ خلينا نقدم بقى وناخد دي ونختم بيها كده هنا. عايزه اقول لكم تحفه. وبكده يكون معانا الشكل النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا ونقول بسم الله. انا عندي هنا بطاطس متقطعه على شكل قوارب اهي، اللي هي القالب المتفرغ من جوه، وانا سبت لكم واحده عشان اوريكم بالظبط انا عملتها ازاي. تمام. عايزه اقول لكم ان الفكره دي مريحه جدا ان انتوا تستخدموا معلقه كده. بصوا بسم الله، شايفين اهي بس كده بكل سهوله. بس طبعا هنعملها كمان مره اهي، شايفين اسهل من كده مش هتلاقوا. تحفه تحفه تحفه. بس يا جماعه وكده تبقى البطاطس بتاعتنا جاهزه، ويلا نشوف هنبدا نعمل ايه. نقول بسم الله وقولوا لي تسلم ايدك يا امل من قبل ما تشوفوا الوصفه. يلا بينا. في الكبه بتاعتنا صغيره هنجيب بصله واحده بس، مش عايزين نكتر بصل صراحه. ننزل بالكبه كده بالبصل بتاعنا ونقفل. دوس. شايفين بسم الله. عايز تشحن. شكرا، ده اللي انا خدته منك. احنا نبدا بتشويح اللحمه الاول. نقول بسم الله. انا هنا حطيت تقريبا، هقول لكم قد ايه بالظبط كده. انا هنا تقريبا 600 جرام لحمه. اول ما نسخن فينا اللحمه بتاعتنا هنبدا نشوحها كده. شايفين حاجه كده فاخر من الاخر. عايزه اقول لكم ان انا مش هحط بهارات خالص، ملح فقط. تمام كده. ونبدا نشوح فيها حلو قوي لعند ما اللحمه بتاعتنا تفك. واول ما تفك هقول لكم هنعمل ايه، خليكم معايا. هنا بعد ما اللحمه بتاعتي فكت واتشوحت هننزل بالبصله، وهنحط على البصله معلقه زيت زيتون او اي معلقه زيت نبات، ونفضل نشوح كده. واهم حاجه وانتوا بتشوحوا تفضلوا تقولوا بسم الله. قولوا بسم الله بسم الله، ان شاء الله ربنا كده هيفرح البركه في الاكله بتاعتكم. واهم حاجه في كل الموضوع ده ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك يا امل، وتعملوا لي كده بقى لايك وتشيروا الفيديو يمكن حد يستفاد. شايفين احنا هنشوحها حلو قوي وهنغطيها كمان عشان تستوي معانا. وقبل ما نغطي هنرش ايه الملح بتاعنا. طبعا الملح على حسب الرغبه. انا عايزاها تبقى سنه مملحه زياده عشان البطاطس، بس احنا هنملح البطاطس برضه. خليكم معايا. هنا صفينا البطاطس بتاعتنا وفي زيت غزير كده هنبدا نسقطها. بسم الله بسم الله. خدوا بالكم لا تتلسعوا زي كده. نقول بسم الله ونسقط البطاطس على قد الزيت بتاعنا. نبدا نقلب البطاطس بتاعتنا كده. انا برضو مش عايزاها تتحمر قوي لان انا لسه هدخلها الفرن. يلا هخلص الكميه وارجع لكم. وفي صينيه فرن كده حلوه جميله كده هنبدا نرص فيها البطاطس بتاعتنا. كده تكون شكل الصينيه بتاعتنا اهي لما رصينا فيها البطاطس المتفرغه. ولكن عايزين نشغل عقل الست المدبره، فقبل ما نرصها كده في الصينيه تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. التريك يا بنات هو ان انا قليت البطاطس اللي احنا قورناها وطلعناها من قلب البطاطسايه، قليتها اهي وحطيتها كفرشه تحت البطاطس بتاعتنا عشان ما نهدرهاش، وفي نفس الوقت بتنفع قوي والاولاد بيحبوها جامد جدا جدا جدا. يلا بينا نحشي. هنا اللحمه بتاعتنا هنحط عليها شويه شيدر. يعني الشيدر هنا اختياري برضو بس بيدي طعم جميل. وانا عندي هنا كاجو وزبيب. ماشي، انت ده اختياري برضو يا جماعه. عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين براحتكم خالص. انا هحط هنا شويه كاجو، انا بحب احس يعني بحاجه كده بتقرش. وهنحط معانا الزبيب بتاعنا بس كده، ونقلب المكونات دي بتاعتنا معانا قبل ما نحشي. عايزه اقول لكم ان انا قبل كده كنت بحط عليها ساعات بقدونس او كزبره. الناس اللي هي عادي يعني عايزه اقول لكم بتدي نكهه حلوه جدا جدا، ممكن تستخدموها، لكن انا هنا في وصفتي مش هستخدمها خالص. هنا بقى هنبدا نحشي البطاطس بتاعتنا بمعلقه كده، اي معلقه انتوا بتحبوها. بس هنعمل كده. اهم حاجه قولوا بسم الله في كل خطوه، قولوا بسم الله. ربنا بيبارك كده والدنيا بتبقى تمام ان شاء الله. كده تكون الصينيه بتاعتنا جهزت. يا اما تدخلوها كده الفرن وتحطوا عليها تزودوا عليها الشيدر من فوق تدخلوها الفرن، يا اما تعملوا تركه تانية. انا عشان هعملها جنب رز فعايزاها تبقى طريه شويه، فاقول لكم انا هعمل ايه، خليكم معايا. فاحنا هنعمل ايه، تومه صغنطوطه جدا جدا في معلقه زيت هنشوحها كده بس يا دوب نشم الريحه
طبعا زي ما قلت لكم انتوا ممكن تستغنوا عن الخطوه دي تماما، يعني دي حاجه اوبشن اختياريه، لكن انا عايزه يكون مش هيكون فيها صوص، لكن هتبقى شويه طريه مش هتنشف معانا في الفرن. فانا هنا يا دوب شايفين بس تدي نكهه لصوص الطماطم بتاعتنا دي. هنا اهي 3 حبايات طماطم او حبايتين كبار بدون قشر. بسم الله. بس ونبدا كده نسبكهم حلو قوي. وطبعا الملح بتاعنا هنزود معانا شويه ملح هنا لان انا عايزه يبقى فيها شويه صوص. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده تغلي غلوتين واقفل عليها. وهنا اهو ده صوص خفيف جدا، هنرش كده بس، هنرش بالشكل ده. انا مش عايزه تبقى يعني فيها صوص كتير او طبيخ او كده، لا بس تطريها بس. شايفين؟ بس تديها طراوه للبطاطسايه ما تنشفش معانا. هخلصها وارجع لكم. وبكده تكون الصينيه بتاعتنا خلصت الحمد لله اهي. هندخلها بقى الفرن ونشوف النتيجه عامله ازاي. تبارك الله بجد والله عايزه اقول لكم الريحه تحفه 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 تحفه. هتدعوا لي. شايفين عامله ازاي؟ لسه خارجه من الفرن حالا. شايفين لما تطلعوها كده؟ واو خطيره خطيره خطيره، مع رز بالشعريه او رز ابيض زي ما تحبوا. بجد تحفه تحفه. والبطاطس اللي تحت خلينا نشوف اهي. شايفين زبده، والله زبده. دي البطاطس اللي تحت اللي احنا حطيناها كفرشه، ونرجع دي عليه. يعني تطلعوها كده كامله في التقديم. شايفين في التقديم بتبقى عامله ازاي؟ خطيره 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 بجد تحفه. انا انصحكم تعملوا الصينيه دي وهتدعوا لي والله هتدعوا لي. خليني اوريكم الشكل الطبق النهائي يكون عامل ازاي. خلينا نقدم بقى وناخد دي ونختم بيها كده هنا. عايزه اقول لكم تحفه. وبكده يكون معانا الشكل النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وكده يكون شكل طبقنا النهائي. عايزه اقول لكم الاكله دي جميله وتغيير، احنا كده يعني يعتبر غيرنا. شايفين عامله ازاي؟ خطيره 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 بجد، هتدعوا لي عليها. وكده نكون خلصنا الطبق بتاعنا. شايفين والله خطيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايفين عامله ازاي؟ روعه روعه الروعه، مع رز بقى بالشعريه كده، ونبدا ناكل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين تحفه. خطيره والله. اعملوا لي لايك وشير وقولوا لي تسلم ايدك يا امل. يلا سلام. تسلم ايدك يا امل.